3 وظائف في أمريكا بيعملوا فلوس حلوة ومش محتاجين شهادات ولا خبرة ولا دراسة. مش لازم تكون مهندس أو دكتور علشان تكسب كويس في أمريكا. في شغلانات بتعتمد على النصيحة والمهارة الاجتماعية والبقشيش، ولو لعبت صح تقدر تكسب مبالغ تخلي حياتك مريحة. هقول لك 4 وظائف، وهقول لك متوسط الساعة والمتوسط السنوي بأرقام توضح لك، وكمان هقول لك الحقائق اللي ممكن تخرب لك الحساب لو ما حسبتشها صح. رقم 1، سيرفر في مطاعم فخمة. لو اشتغلت في مطعم 5 نجوم أو مطعم راقي في مدينة كبيرة، البقشيش ممكن يخليك تكسب جامد. متوسط الساعة من $40 لحد $80 في الساعة. مثال حسابي: لو اشتغلت 30 ساعة في الأسبوع ولمدة 50 أسبوع في السنة وبأجر $40 في الساعة، هتعمل $60,000 في السنة. ده ب 30 ساعة شغل بس في الأسبوع ومتوسط $40 بس في الساعة. ده الوزير في بلدك ما يعملش الرقم ده والله. لو رفعت السعر لحد $60 في الساعة ونفس عدد الساعات، هتعمل $90,000 في السنة. المزايا: مرونة في الورديات، فلوس نقدي كل يوم، فرصة للترقية والتبس الكبيرة في الأيام الويك إند. العيوب: الدخل متقلب حسب الموسم، وقفة طويلة على الرجلين، واعتماد كبير على الزباين وحالتهم المزاجية. رقم 2، بارتندر، اللي بيعرف يعمل الكوكتيلات كويس ويبني علاقة مع الزباين يجيب بقشيش كبير، خصوصا في النوادي اليلية والفنادق الفخمة. متوسط الساعة من $50 لحد $70 في الساعة. مثال: لو اشتغلت 40 ساعة في الأسبوع و50 أسبوع في السنة وبأجر $70 في الساعة، هتلاقي نفسك بتعمل $140,000 في السنة. المزايا: دخل ممكن يكون عالي جدا، وخاصة لو اشتغلت في سيزون سياحي أو نوادي راقية. العيوب: شفتات ليلية ومتعبة، التعامل مع ناس سكرانة أوقات، ومخاطر أمنية في بعض الأماكن. قبل ما نكمل، شكرا لكل الناس اللي بتدعم الفيديوهات وتعمل لايك وكومنت واشتراك. تفاعلكم هو اللي بيخلينا نجيب مواضيع عملية زي دي. لو لسه ما عملتش لايك اعملها دلوقتي. 3، سواقة رايت شير، توصيل، أوبر، ليفت، دور داش. النمو في التوصيل والركاب خلى ناس كتير تكسب دخل محترم، بس لازم تحسب مصاريف العربية. متوسط الساعة: الإيراد الإجمالي قبل المصاريف من $30 لحد $60 في الساعة. مثال: لو اشتغلت 40 ساعة في الأسبوع و50 أسبوع وب$40 في الساعة، هتعمل $80,000 في السنة. لكن خد بالك من المصاريف: بنزين، تأمين أعلى، صيانة، استهلاك العربية. لو حسبت إن المصاريف بتاكل حوالي 30% من الإيراد، يبقى صفيك بعد المصاريف من 80,000 يطلع تقريبا $56,000 في السنة. المزايا: مرونة كبيرة، تبدأ بسرعة، تقدر تزود الورديات في مواسم الطلب. العيوب: تكاليف مستترة بتقلل الربحية، والمنافسة أوقات، وتغير الأسعار والعروض. نصايح ذهبية: إزاي تزود دخلك في الشغل ده وتخليه ثابت؟ اشتغل في المدن الكبيرة: نيويورك، لوس أنجلوس، ميامي، بوسطن. الطلب أعلى والبقشيش أكبر. اختار الأماكن الفخمة أو اللي فيها التوريزم عالي. الفوائد تظهر بسرعة: اتعلم مهارات أبسيلينج، تقدم مشروب أفضل، تقدم خدمة أسرع، الناس بتدي أكتر، أدي خدمة فوق الصندوق. ابتسامة، اسم الزبون، سرعة، الناس بترد الجميل بقشيش أحسن. احسب مصاريفك قبل ما تقارن أرقام الأرباح، خصوصا لو شغلك محتاج سيارة أو مصاريف أخرى. سجل دخلك للضرائب واحتفظ بإيصالاتك. في أمريكا البقشيش دخل خاضعا للضريبة.